السلام عليكم. الحوض بتاعي بيتحرك وبيتلقلق كده شوية، فما كنتش عارفة أعمل إيه طول شهر رمضان. فمن غير ما اتصل بحد يساعدني اتصرفت وعملت معجون اللي انتوا شايفينه. تابعوا الفيديو معايا في الآخر عشان تعرفوا أنا ثبته إزاي. وأهم حاجة إن احنا نعمل جدول لتنظيم البيت وترتيبه، وإيه الخطوات وإيه النقط اللي أنا هتبعها في تنظيم البيت تسهل عليكي تنظيم البيت في خلال يومك بكل سهولة. عشان ما تحسيش بالضغط تعالي نكتب شوية نقط كده ونتفق عليها إزاي نرتب البيت. أول حاجة ترتيب البيت. إيه أكتر حاجة بتضايقني؟ ترتيب الكنب ودخلة البيت والصالة. عندي الكنب عندي ممكن يتبهدل كده من بالليل للصبح او بعد ساعة بعد ما ارتبه. فبداية اي يوم ان انا بحب ارتب الكنب او الركن عندي الفرش اللي انا حطاه عليه. اول حاجة ترتيب الكنب وترتيب السراير. السراير، الترابيزات، الرخامة، اي حاجة موجودة عندي، اي حاجة موجودة ومترصصة على الترابيزة او على الكنب شيليها ودخليها مكانها. ولو ولادك طبعا كتابهم او لعبهم قولي لهم تعالوا شيلوا اللعب بتاعكم او شيلها لهم على جنب الاوضه عشان هم برضو اللي يشيلوها في اماكنها في الاوضه. والاهم من مسيح وتنظيف وان انا افضل امسح واحط ميه كتير ان نرتب الكنب. اول حاجه اي حد هيدخل الصاله عندك هتيجوا عينه على الترابيزه الصغيره وعلى الكنبتين دول. انا رتبت في الوقت ده الكنبه وبعدين ريحت شويه والكنبه التانية كنا عندي في الصاله فلازم اهتم بيها وانا بعمل فطار كده. تالت حاجة، بس تاني حاجة هنقولها بعد كده في خلال الفيديو. تالت حاجة الغسيل. الغسيل ممكن ان احنا نهتم بيه او نجمعه في خلال يومين تلاتة، وممكن كمان المواعين ان احنا نجمعها لاخر اليوم. يعني حاجات تتحمل ان انا اسيبها طول النهار واعملها اخر اليوم او تتحمل يومين تلاتة. الطبخ والاكل كمان ممكن ان انا احضر اكل واشيله في الفريزر ليوم انا كنت تعبانة او طبخة سريعة اكون مجهزاها مع الطبخة بتاعتي العادية. وانا بطبخ بجيب طبق احط فيه القشر بتاع البصل بتاع البطاطس بتاع الطماطم التنظيف، وده بيسهل عليا ان انا ارميه في الباسكت بتاع الزباله على طول. وفي اليوم اللي بحس فيه ان انا كويسه ببتدي بعمل اكله وجنبها اكله زي بصل وفلفل وطماطم واسبكهم كويس واشيلهم ليوم اكون تعبانه فيه. يعني ايه المواعين ان احنا نجمعها في خلال اليوم؟ يعني ممكن انا عندي حوضين، الحوض التاني ممكن اجمع فيه في طبق احط فيه مواعين اليوم كامل، الكوبايات والاطباق، وطبعا الحلل اخليها على البوتاجاز او في الارض او تحت الحوض. وقت ما اكون حاسه اخر اليوم ان انا كويسه هغسلهم وابتدي ان انا احطهم في المطبقيه او في اماكنهم او على الصفايه بتاعتهم. لكن الغسيل لو انت بتغسلي كل يوم ممكن تغسلي كل يومين، ممكن 3 ايام على حسب ظروفك وعلى حسب ما انت قادره. انا عندي اولاد فلازم اغسل كل يوم تقريبا، لازم اشغل دوره في الغساله كل يوم، وساعات كتير بغسلها كمان مرتين. وساعات بنشر هنا في المنشر الداخلي وغسيل تاني على المنشر اللي بره. بنشر على المنشر الخارجي اللي بره الحاجات التقيله زي الكوفرتات والبطاطين والسجاجيد او المشات الصغيره. تاني حاجه ودي اهم حاجه ان احنا نقلل على قد ما نقدر، نقلل الادوات، الادويه، المشاط، المكياج، الكريمات، اي حاجات مزيل للعرق، البرفانات اللي احنا بنفضل نكومها على التسريحه او على الكومودينو. نكومها ازاي؟ اي حاجه بقى على اي كونتر عندك سواء كانت سفره، رخامه، التسريحه، الكومودينو. والتقليل بس مش في الحاجات اللي على الكومودينو وعلى التسريحه، لا التقليل في كل حاجه. ان احنا نطلع بس الملابس اللي احنا بنستخدمها في خلال الشتاء، ما نطلعش بزياده. الكوبايات كمان والاطباق والعلب اللي احنا بنستخدمها ما نطلعش زياده، لان اكتر من كده هيبقى عبء عليكي وضغط عليكي. هنا انا هوريكي على الكونتر عندي او على الرخامه انا بحاول ان انا اقلل على قد ما اقدر، اخلي الحاجات اللي انا بستخدمها يعني حاطه بتاعت البهارات او التوابل اللي انتوا شايفينها في الجنب، وحاطه السكر، وبحط حاجات كده تزيين، والكبه اللي انا بستخدمها، والهاند بلندر، والزيت والخل. طبعا التوابل او منظم التوابل ده ساعات كتير كمان بدخله في الجزء بتاع المطبخ اللي تحت لان في ضرفتين تحت. دي علاقات فاكيوم كده شفافه تقدري ان انت تحطي عليها الفوط، تحطي عليها بقى اي حاجه انت عايزه تثبتيها. كمان في مبشره صغيره فيها مغناطيس بثبتها على التلاجة. كمان حاطه الفيشه بتاعت الهاند بلندر، بما ان انا حاطه منظم التوابل هنا فانا بمسحه على طول وبحط عليه اي حاجات بقى ديكور تحسن الشكل وتخلي نفسيتنا مرتاحه واحنا بننظف او احنا بنطبخ الاكل او بنحضر اي اكل. وفي نفس الوقت انا قللت الحاجه اللي موجوده على الرخامه، زي ما انتوا شايفين المساحه كويسه ان انا اقدر اقطع حاجه او اجهز اي اكل. وبحط الفوط ديت تحت القطاعات عشان اي ميه تنزل الفوط تمتصها. دي المطبقيه بتاعتي اللي بحط فيها رف الكوبايات وبعدين اطباق وبعدين الاطباق الاكبر فوق. وبعلق كده حاجات في علاقات صغيره بتاعت الستاير انا حطاها في المطبقيه من تحت، وبحط فيها القمع اللي انتوا شايفينه الرمادي، وكمان مضرب البيض. اي حاجه بقى كنت مطلعاها على البوتاجاز
البوتاجاز، شلتها في اماكنها، الحاجات اللي دخلتها الفريزر او التلاجة، وابتديت ان انا امسح البوتاجاز. مش عشان انا حاطه ورقه المونيا عليه ما بمسحوش، لازم امسحه قبل ما ابتدي اي طبخه او اكل، بالذات لما بلاقيه متبهدل. ولو لقيت المطبقيه ان هي مليانه حاجات ببتدي ان انا اخففها، بقلل الاطباق او الصفايات او العلب اللي انا شايفاها متصفيه محطوطه في المطبقيه، او الاطباق الصغيره اللي اتصفت على المطبقيه بدخلها اماكنها بعد ما تتنشف كويس، او الكوبايات البلاستيك. الستاره اللي تحت الحوض ديت انا اللي عاملاها ومرتبه فيها تحت الحوض حاجات ومغطياها عشان يبقى منظر المطبخ احسن. وطريقه تركيبها في فيديو على القناه وهثبته في التعليق تحت الفيديو. اهم حاجه كمان تهويه البيت والغرف وتنظيم اوضتي انا الشخصيه او الاساسيه. انا اهم واحده ان انا ارتبها، وانا احق واحده ان انا اقدر ان انا ارتبها وانظمها وما احسش باي ضغط، بالعكس ابقى مبسوطه وفرحانه ان انا برتب اوضتي. عشان اخفف الضغط من عليا انا برتب اوضتي بس، لكن البنات بترتب اوضهم والولاد بيرتبوا اوضهم. حتى لو سابوهم يوم واتنين وتلاته مش مترتبين ما بتضايقش وما بتعصبش ما بتختلفش معاهم. يعني خلي اوضتكم دي خاصه بيكم سواء مترتبه او لا. هنا دخلت على اوضتي وهوتها، وكنت مشنكله الشيش ورافعه بس الستاره وفاتحه الازاز عشان تتهوى كويس. هنقلل الحاجات اللي على الكاونتر هنا او على الكومودينو هنا. ازاي؟ الدرج اللي تحت الكومودينو دوت درج مش مترتب، فانا هرتب كل الحاجات اللي فيه وادخل كمان اللي فوق اللي على الكومودينو احطها تحت. يعني انا رتبته، وهحط كمان الكراسات بتاعتي حطيتها في الدرج عشان اما احتاجها، وفي طبعا اقلام وفي كل حاجاتي اللي انا بستخدمها حطاها هنا، والسماعه وكل حاجه انا بستخدمها. دي كده بتسهل عليا ان الكومودينو يبقى جنبي يبقى خفيف ما فيهوش حاجه، ما فيش بس غير المشترك، فهعدله واوقفه عشان الاسلاك ما تفضلش تتقطع معاه طبعا. وهمسح الكومودينو، ودي حاجه ما خدتش مني ثواني. وممكن ان انا اعمل، بس انا في اليوم دوت ما كنستش الارض لان حسيت ان الارض نظيفه، عدلت بس البطانيه ورتبتها وسبت الاوضه تتهوى. اهم حاجه واهم خطوه في كل ما نيجي نرتب او نقلل او ننظم اي حاجه في البيت او نرتب ان احنا نرتاح. عند التعب نرتاح، اما نحس ان احنا تعبانين نقعد كده ونرتاح، ندي نفسنا ربع ساعة واحنا بننظف، وده مهم جدا عشان ما نحسش بالضغط ونحس ان احنا عندنا حاجات كتيرة قوي ونضخم الامور ونكبر التنظيف. هنا انا كنت قعدت وشغلت التلفزيون وعملت حاجه ان انا اشربها كمان، ان انا رتبت الكنب بتاعت الصاله ورتبت اوضتي وكنست كمان المطبخ الوحيد اللي نظفته، لكن ما كنستش الصاله. هنا كنت مشغله فيلم كرتون عشان ما احسش بالضغط واضخم الامور التنظيف. واهم حاجه واول حاجه كانت المفروض تتكتب ان احنا نستعين بالله واحنا بننظف، ونذكر الله كتير و33 مره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. دي بتخليكي قادره ان انت تنظفي. كمان ان انا ابقى راضيه لو عملت حاجه من الخطوات اللي احنا قلناها فوق، او 2 أو 3 خطوات، انت كده عملتي حاجات كتيره قوي. وردي لو عملتي حتى ترتيب، حتى لو انت هويتي الشقه بس، تملي نبقى راضيين وحامدين ربنا ان احنا قدرنا ان احنا نقوم. لما بدخل المطبخ لازم امسح البوتاجاز، افضي كل اللي عليه وابتدي امسح الورقه الالومنيا، لان ساعات كتير بيقع رده وبيقع بن وشاي واكل، فلازم تتمسح من الوقت للتاني بشويه صابون سائل. الحوض بتاع الحمام بتاعي بيتحرك، فانا قررت ان انا اجيب شويه جبس ابيض او اسمنت ابيض وحطيت عليه ميه، يعني زي ما انتم شايفين في الطبق هنا عمل معجون او عجينه كده تقيله، طبعا عامله زي العجينه اللي بنعملها بتاعت البيتزا بس اخف شويه كمان. وابتديت من المعلقه الصغيره، المعلقه والطبق انا ما بستخدمهمش في الاكل، انا حطاهم بس في الحمام لاي حاجه ان انا بستخدمها خلطات او اي حاجه بعملها. فهنا ابتديت احط بالمعلقه على الحرف اللي هو الحز ده، لان حسيت ان هو فرغ من الجناب كمان بتاع الحوض، فمليت الاركان دي كلها. بعد نص ساعة كده هتحسي ان هو نشف، فتقدري ان انت تنضفيه بمنديل ورق، وتبتدي تنضفي الزيادات اللي انتوا شايفينها دي، او بالسلك البلدي نبتدي ننضفها بس بعد ما ينشف بعد ساعة كده، لان هو قعد 3 ساعات عقبال ما نشف وجمد كويس جدا، اكتر من 3 ساعات كمان. طبعا في الوقت ده ولادي كانوا نايمين وما فيش حد بيدخل الحمام، لازم نسيبها فترة لغاية ما ينشف خالص. ونغسل ايدينا بعد ما نستخدم الاسمنت الابيض او الاسمنت الاسمر اللي هو لونه رمادي، لان بينشف على الايد وبيعمل لك زي ايديكي زي كأن فيها اكزيمه، تحسي ان انت عايزه تهرشي فيها. فلازم بعد ما خلصت بسرعه غسلت ايدي كويس جدا وغسلت الطبق والمعلقه. لو وصلتي لغايه هنا اعملي لي لايك واشتراك في القناه، وفي جزء تاني للفيديو دوت بقيت الاسمنت الابيض دوت هعمل بيه حاجات تانية في فيديو هنزله قريب ان شاء الله. بعد ما خلصتك بقى الاسمنت وحسيت ان الحمام كده نضيف وزات الحوض عندي، وعملت الجزء اللي تحت الحوض، نضفت الحوض بس سيبته طبعا زي ما اتفقنا 3
ساعات واكتر لغايه ما ينشف تماما. وعدت عليه مره تانية، لازم نعيد مره تانية لان لو اتشقق عن السيراميك سنه لازم ان انت تعيدي عليه مره كمان طبقه خفيفه كده عشان يبقى متين وثابت اكتر. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وروتين جديد وتحدي جديد وجدول جديد لتنظيم البيت وترتيبه بكل سهوله من غير ما نحس بالضغط ومن غير ما نحس بالتعب.